ريبيرو سمعنا انه محدد قائمه بالمستبعدين، وعلى راس هذه القائمه حسين الشحات. هل الكلام ده صحيح ولا يندرج تحت بند الاشاعات؟ هو فيها جزء من الشائعات طبعا مليون في المية، لان هو لحد دلوقتي هو على فكره الخلاف الاساسي في الموضوع مع ريبيرو. انا كنا مع بعض الاسبوع اللي عدى وقلت لك ان النادي الاهلي محدد قائمه من 35 لاعب هيسافروا الولايات المتحده الامريكيه طبقا للوائح الاتحاد الدولي اللي بتقول لك ان تاخد 35 لاعب. الراجل اول ما قعد على الترابيزه معاهم في اجتماع لجنه التخطيط اول ما جه قال لهم انا الكلام ده ما ينفعش معايا، انا مش هروح امريكا مره 35 واحد. يعني ازاي مثلا عايز احط في الملعب 35 واحد ازاي؟ طب خدهم ومش عارف. قال له لا، ما مش هينفع، عايز 26 واحد هم اللي يسافروا معايا مش اكتر من كده. ف 26 ل 35 كان الرقم ده بالنسبه للجنه التخطيط وكابتن محمود الخطيب وكابتن محمد يوسف كان اللي هو رقم صادم، لان انت في لعيبه كنت على الاقل هتاخدها كنوع من التكريم زي مثلا علي معلول، حتى لو انت كنت متفق معاه ان هو بعد كده مش هيكون موجود بس كان هيسافر معاك. كان عمرو السوليه نفس الموضوع، كان هيروح معاك. فاول حاجه دي قال لهم مش هينفع ادرب اكبر عدد، فحاولوا معاه اكتر من مره، يوم الراجل لا الموضوع مقفول. فبالتالي هو ملتزم ب 26، ممكن يزيد 2 3 على اساس ممكن حارس رابع، واحد زي كباكا مثلا لو من الناشئين عجبه، عابدين مثلا، عبد الله، المجموعه دي اللي هو ممكن يزود بيها. لكن هل حسين الشحات من ضمن المجموعه المستبعده؟ لا، بس حسين الشحات نفسه اللي هو اللي بيدور على حاجه بره، لانه شايف الدنيا بالنسبه له مش افضل حاجه، خصوصا مع وجود 6 أو 7 اجنحه كلهم مميزين. وحسين الشحات بالفعل بلغ اداره النادي الاهلي وبلغ جهاز الكره ان هو عنده عرضين، واحد من الامارات وواحد من قطر، بس هيجوا له بعد كاس العالم للانديه. قائمه المستبعدين فيها كريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح وعمر الساعي بس يطلع اعاره، كريستو محمد الضوي، كريستو، رضا سليم، سمير محمد، واحمد عبد القادر لان هو اللي طالب انه يطلع اعاره. دي القائمه اللي هم اتفقوا عليها او استقروا عليها ان هم يطلعوا. في منهم هيطلع احمد عبد القادر اعاره بس يمدد عقده، وفي برضه عمر الساعي اعاره، الباقي على حسب بقى اعاره او بيع. دي المجموعه. حسين الشحات من المؤكد ان هو عايز يمشي لان شايف عدد الاجنحه كتير جدا، بن شرقي، تريزيجيه، احمد مصطفى زيزو لما يجي، طاهر محمد طاهر، لعيبه كتير جدا موجوده. محمد عبد الله بيعتمد هو على المراكز دي، محمد علي بن رمضان لعبها في الفتره الاخيره، فهو شايف الدنيا بالنسبه له صعبه، فهو عنده عرض الامارات وقطر، لكن لحد دلوقتي هو موجود، لكن بعد كاس العالم هو مصمم على فكره. طيب مناسبه زيزو، احنا معانا خبر بيقول نادي الزمالك النهارده ارسل خطابين للاتحاد المصري لكره القدم. الاول ان هو بيقول فيه ان موسم زيزو بينتهي في الاول من يوليو استنادا الى الدفعات الخاصه بالدفعات المستحقه لزيزو يعني. الحاجة الثانية انه الزمالك بيطلب من لجنة الانضباط والاتحاد المصري لكرة القدم سرعة البت في شكواه المقدمة في 4 مايو الماضي. فيما يخص النقطتين دول، احنا طبعا عشان برضو نقول لحضراتكم اللي جالنا من مصادر رسمية اللي سألناه او المصدر الرسمي اللي سألناه في الاتحاد المصري لكرة القدم رد علينا قال لنا انه لجنة الانضباط ابتدت تعقد جلساتها يوم او الاسبوع اللي فات، يوم اللي بتعقد جلساتها يوم الاثنين من كل اسبوع، وابتدت اول جلسة ليها الاسبوع اللي فات، ولسه ما حددوش ميعاد وما ارسلوش للزمالك ميعاد سيتم امتى في البت في شكوى الزمالك. الحاجه الثانيه انه الموسم ملوش علاقه بالدفعات المستحقه، وان الاثنين شانين يعني منفصلتين، يعني شانين منفصلين، سواء فكره الدفعات المستحقه، الدفعات الماليه المستحقه لزيزو او نهايه الموسم، ده ملوش علاقه بده. استاذ عبد الحكيم، قصة زيزو دي أو شكوى الزمالك ممكن تؤثر بأي شكل من الأشكال على انضمام زيزو المعسكر الأهلي في أمريكا؟ كويس جدا الموضوع كنت لسه هتكلم فيه. الاهلي بيتعامل بحذر جدا جدا فوق ما تتخيل في موضوع احمد مصطفى زيزو. عايز اقول لك النادي الاهلي واخد اراء قانونيه كتيره جدا في الموضوع. احمد مصطفى زيزو هيظل في تدريبات الزمالك لحد يوم مباراه الزمالك وبيراميدز في نهائي كاس مصر. صباح اليوم ده هيتمرن في نادي الزمالك بشكل طبيعي جدا، ده اخر يوم لاحمد مصطفى زيزو. لكن الناس اللي بتتكلم ان النادي الاهلي تاني يوم هيسافر اللاعب الى امريكا، لا، اللاعب هيسافر ممكن يوم 7 يونيو، مش هيسافر يوم 5 او يوم 6، ممكن يبقى من 6 مساء او فجر يوم 7. بس الاهلي واخد كل الاحتياطات القانونيه وواخد اراء قانونيه، وكمان في اكتر من خبير واخد رايهم في جزئيه ان هل احمد مصطفى زيزو من حق ان انا افعل العقد بتاعه بعد نهايه الموسم يوم 6/6 ولا استنى يوم لحد اخر دفعه. وكمان في نقطه كمان، بطوله كاس الرابطه، حتى الاهلي نفسه استفسر على قصه كاس الرابطه تعتبر امتداد للموسم ولا لا؟ اتقال له لا، الموسم ينتهي بنهايه الدوري والكاس. فالنادي الاهلي واخد امر قانوني، ولاعب هيسافر يا مساء يوم 6 يا فجر يوم 7 الى الولايات المتحده الامريكيه للانتظام في معسكر الفريق، وبنسبه كبيره مش هيكون موجود في المباراه الاولى لان هيبقى لسه واصل ما كملش كام ساعه، فهو بره باتشوكا. فألف مليون مبروك لفريق مصري حقق انجاز افريقي، حقق انجاز مصري تاني، لان النهارده بفوز بيراميدز ده انت بتتكلم على انه مصر اصبحت الدوله الوحيده في قاره افريقيا اللي عندها 4 انديه كسبوا دوري ابطال افريقيا. افتتحها
الاسماعيلي ثم الزمالك والاهلي وبيراميدز. فانت بتتكلم ان بقى عندك دلوقتي 4 أندية مصرية حققوا دوري ابطال افريقيا. مفيش اي دولة تانية في قارة افريقيا اجمع حققت اللقب ده او حققت الرقم ده، زائد انه رقم مصري افريقي اخر، وهو انه دلوقتي بعد فوز بيراميدز عدد القاب دوري ابطال افريقيا التي حصلت عليها الفرق المصريه 19 لقب بالتمام والكمال. اللي بعدينا 7، يعني اللي جاي بعديك في الترتيب 7، يعني فرق 12 لقب ما بيننا وما بين اي بلد عندها انديه بعد كده حققت القاب دوري ابطال افريقيا. فالنهارده بيراميدز حقق لقب لا يحسب بس لفريق بيراميدز ومجلس ادارته وجهازه الفني ولاعيبته، هو لقب مصري افريقي يخلينا فخورين فرحانين مبسوطين سعداء باسم وقيمه وقامه الكره المصريه. 1000 مليون تحيه لمجلس اداره بيراميدز. انا قلت قبل كده في منتصف الموسم وبكرر دلوقتي، مجلس اداره بيراميدز السنه دي عملوا احسن اداء ليهم على مدار المواسم السابقه. لو هنقيسهم وهنعبر عنهم زيهم زي اللعيبه، السنه دي اول سنه انا بشوف بيراميدز كاداره ما بيتكلموش كتير، ما بتلاقيش ليهم. هتقول لي ما هو ليهم بيانات ليهم بيانات ليهم تصريحات، بس قارنا كده بالسنه اللي فاتت واللي قبليها واللي قبليها هتلاقيها لا تذكر. السنه دي اكتر سنه انا شفتهم قافلين على نفسهم جدا، بيبصوا بس على الملعب وعلى اللي بيحصل في الملعب، حتى لو في بيان هنا حتى لو في تصريح هنا، بس في الاخر لا يقارن، او ادائهم من السنه دي لا يقارن باللي كان عليه قبل كده في سنين سابقه. فيستحقوا كل التحيه والتقدير، لان هم حققوا البيراميدز بطوله هي الاغلى على مستوى قاره افريقيا، واللي ممكن تلاقي انديه كتير جدا جدا بقالها عشرات السنين مش قادره تحققها. في 1000 مليون مبروك، 1000 مليون مبروك للجهاز الفني البيراميدز. كروسلاف يوريتشيتش اللي انا بشوف ان هو واحد من اكتر المدربين الاندر ريتد، مش واخدين حقهم. جهازه الفني بالكامل، كابتن محمد ناجي جده وكل بقى الجهاز واحمد كل الناس عشان ما انساش حد، لعيبه كلها لعيبه في منتهى التميز. وهخص بالذكر بصراحه في موضوع اللعيبه ده 2 لعيبه. نمره 1 ديستن مايلي اللي هو المعنى الحرفي للمهاجم، المعنى الحرفي للمحترف اللي انت تجيله يصنع ليك الفارق، يعني يصنع ليك الفارق الشديد والواضح في الاوقات الصعبه اللي انت بتحتاجه فيها. ديستن مايلي لعب 38 لقاء، سجل 18 هدف، صنع هدفين باجمالي مساهمات تهديفيه 20 مساهمه تهديفيه مع بيراميدز هذا الموسم. في كل البطولات او في كل اللقاءات الكبيره المهمه هتلاقيه موجود، قدام الاهلي موجود، قدام الزمالك موجود، فاينل افريقيا موجود، في الدوري موجود، في دوري ابطال افريقيا موجود، في الكاس موجود. ده المعنى الحرفي للمحترف اللي انا اجيبه وادفع فيه دولارات، ادفع فيه اخضر، ويجي يعمل الفارق عن اي حد موجود تاني. ده كوم، ومحمد الشيبي كوم تاني يا جماعه. يعني بصراحه محمد الشيبي واحد من اجمد اللعيبه والباكات اليمين اللي انا شفتهم في حياتي دخلوا الدوري المصري. لعيب جامد جدا 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 جدا، وممكن تقعد تقول جدا من هنا لغايه بكره الصبح. لعيب يعني واحد من اجمد اللعيبه